افك المراحل نفسهم وارجع اركبهم نفسهم حتى ما افتح المراحل جديد. روح ننوه لنقطة كثير مهمة، وقت بدك تبدل مصافي نصيحتي لك ركب مرحلة مرحلة، ما تفرط الكل. بفك رقم 1 برجع لمكانه، بفك رقم 2 برجع لمكانه. اياك ثم اياك تفك توصيلات الممبرن اللي هن المرحلة رقم 4 والرباعية. اكثر اللي بيشتروا من عندنا مصافي شحن او بيسالونا اسئله بيخربطوا بهدول، ببدل المي النظيفه على المي الوسخه، وبصير الجهاز المي النظيفه رايحه على الكب ما بتوقف 24 ساعه، والمي الوسخه رايحه على الحنفيه. ما في عندنا مشكله انه المياه الوسخه راحت على الحنفيه، المشكله انه المصافي اسبوع ما راح تعيش، راح تسكر نهائيا، 24 ساعه بتكب، راح تيجي قيمه الفاتوره كثير كبيره. هلا فكينا المرحله رقم 1 بدلناها. رقم 2 بنفس الترتيب من هالطرف كمان كبست لفوق كبست لتحت. هلا طلع انا فكيت مرحله رقم 1، هلا بفك رقم 2. انفك معي هي الجزئيه. لو انا بركب مرحله مرحله ما بتنفك معي هي الجزئيه، العكسين فكيتهم برجعهم نفسهم. خليني اسحب المصفى، سحبتها هيك. هلا وقت برجع هيك كبست الخرطومين خلصنا الموضوع. نفترض فكينا الرقم 2. هلا خلينا نشوف رقم 3. هاي رقم 3 كمان كبسه هيك وفكت معنا. طلع ابو انفرط معنا الجهاز. هون بيوقعوا باخطاء، وقت اللي بتفكه كله بالكامل بتوقع بمشاكل. ميزت الاجهزه اللي بعلبه عن الاجهزه القديمه انه كان قبل تتبدل بس القلب، وتبديل بس القلب يعرضك لمشكله، وهي انه عم تترك الحاضنه نفسها اللي فيها الاوساخ، مثل ما هلا بيصيروا اتاخر عن موعد تبديل مصافي. انت وتاخر عن موعد تبديل مصافي عم تتجمع عندك المياه المتسخه بالخزان. بعدين بعد ما بتتفاعل المواد المتسخه مع الخزان، او خلينا نقول العناصر او المستعمرات اللي داخل الخزان، بهي الحاله بيصير عندنا المياه بداخل الخزان متسخه، وهون بتواجهنا مشكله انه بنركب مصافي جدد. بعد ما بتطلع المي نظيفه من مصافي جدد بتروح على الخزان، فبترجع بالاضافه الى الجراثيم والبكتيريا اللي جمعت بالخزان. هلا هي المرحله الخامسه. ومرحله الاملاح كمان نفس الطريقه كبس. هون مثل ما شايفين الجهاز هلا كله انفرط عنا. بنفك هذا الغطاء، نجهز لكم هون. فكينا الغطاء، بعدين عفوا فكيت العكس من هون. هاي العكس فكيته فتح معي. من هون بانسى هذا الممبرين، بمسكه بالبانسة وبسحبه. الممبرين شلون بيركب؟ هاي الجلدة وهدول الجلدتين من هون يدخلوا، شايفين الجلدتين؟ من هون يدخلوا هيك بهذا الشكل. هلا هون في عنا جرن بيركب فيه، هذا الجرن يدق فيه هيك بهذا الشكل. نحن نفتله شوي عشان ينزل. بضل بنزله ليصير من هون مسح. تمام؟ بعد ما بيصير من هون مسح بنتبه لهدول الجلد يكونوا مكانهم، واذا اضطر الامر بحط لهدول الجلد نقطة زيت حلو، او بحط لهم